أقيم اليوم بمركز التعليم المدني بالجزيرة في تمام 12:15 ظهرا مؤتمرا لوزير الشباب للإفصاح عن الخطة الإنشائية لتطوير مراكز الشباب. النهارده اتكلمنا عن الحاجات اللي هي الحكومه هتعملها الان بموازنتنا اللي ما كلفتناش الدوله حاجه خالص. الفلوس اللي احنا جينا عليها احنا قعدنا كافحنا الفساد، بنعمل شفافيه، بنطرح الاعمال دي بمناقصه عامه، وده بيوفر لنا من 50 ل 60% من هذه المنشات. الخطة هتجني ثمارها بعد قد ايه؟ اشهر. من فضلك تابع معانا. انا عايز قناتك النشيطه تيجي اي منشأ بنعمله بتروح تصوره دلوقتي. يعني مركز التنميه الشبابيه اللي في شبرا خيمه اللي بيخدم 3 مليون مواطن هنفتحه مثلا بنقول ميعاد في 1 يناير 2014. عايزك تنزل بالكاميرا من فضلك. اما تنزل بالكاميرا بص هو ايه وبقى ايه. موازنه الصديق العزيز فاروق العمري احنا بنقعد اسبوعيا نحل اي مشكله داخليه في المنشات بين الشباب وبين الرياضه، وموازنه الشباب قد موازنه الرياضه، يعني هم قد بعض فعلا لما ترجع للموازنات. وكان العرف السابق حاليا الدوله بتنفق حتى صندوق التمويل الاهلي عاده بننفق 50% شباب 50% رياضه، ففي تساوي وعداله بين التوزيع الاثنين مع بعضهم. الشباب والرياضه هم وجهين لعمله واحده يصعب الفصل بينهما، ودايما بنشهد تعاون بين المسؤولين فيهم دايما لصالح النشء والشباب. فاحنا كان زمان بينفق داخل كل مديريه من مخصصاتها بنسبه الفلوس قد ايه للشباب وقد ايه للرياضه على حسب عدد المنشات الشبابيه والرياضيه جواها. وكان ده بيبقى لصالح الشباب زمان. يعني في مديريات المنشات الشبابيه فيها اضخم وتمثل 75% والرياضه 25%. اما الان فاحنا ماشيين بالعداله والمساواه. أسامة ياسين يعلنها صريحة: بعد 6 أشهر حاسبوني على الخطة الإنشائية التي وضعتها اليوم. محمد عبد الحكيم لكرة أونلاين.